بيحصل نقص في بعض السلع داخل السوق المحلية، والمتهم الأول بيكون لأنها بيتم تصديرها. مدى صحة هذا الكلام؟ وإزاي بيتم التوازن ما بين التشبع في السوق المحلية والتصدير عشان نستفيد من العملة الصعبة؟ يعني أي مسألة نقص في السلع اللي موجودة في بعض الأسواق مش السبب الرئيسي في مسألة التصدير دي، على فكرة يعني جملة خاطئة جدا. يعني نعم. ما نقدرش نعول عليها إنه بنصنعها عشان نصدرها. طب نعم. والسوق المحلي؟ أعتقد إنه مسألة النقص دي راجعة لبعض التجار الجشعين اللي بيخفوا هذه السلع، وده دور الرقابة أيضا. يعني الرقابة عليها عبء كبير جدا في إنها تتابع هذه السلع وتعمل ليها متابعة دورية وتشوف السلع دي بتروح فين، وبالتالي انت محتاجة بقى ايه تكودي السلع عشان تعرفي السلع دي بتروح فين بالظبط. لكن هذه الجملة اعتقد انها خاطئة جدا.